أسوأ التصميمات في العالم. الممر ده موجود في اوتيل ومعمول بشكل 3D، وتسبب ان اغلب الضيوف في الاوتيل بيقعوا في الارض ويدوخوا. اما استيكة القلم دي فبتكتب لك بالاحمر. وسلم المدرسة ده لو انت تحت ال 170 هتخبط في الحيط. وهنا النجفة ما شاء الله ملهاش علاقة بمكانها. اما هنا المبلط كان بيشرب سيجارة. والسلم بقى ده هينزلك ويلبسك في الحيط. ودي مش كنبة، دي نافورة وبتطلع مية، واي حد بيروح يقعد عليها بيتبل على طول. اما الجلسة اللي في الشارع دي بقى ففوقيها صناديق الزبالة، وده بيكون حالها، عشان كده محدش بيقعد فيها. وده مخرج كهرباء لو عايز تشحن تليفونك، بس انت هتغامر بحياتك، يا هتشحن يا هتموت. اما الحمام ده فالسقف بتاعه مراية علشان تبقى شايف كل اللي حواليك. وجلسة الصبار دي مش عايز اقولك، واللعبة دي عاملها واحد بيكره الاطفال. اما خط العجل ده فمحتاج واحد من السيرك يمشي فيه. الحمام ده بقى فرجالي حريمي، حريمي رجالي، زي ما انت شايف اليوفط كده. اتفضل لايك واشتراك، شكرا على المشاهدة.